حادثة شبرا الخيمة من امبارح قلب الدنيا. الحادثة دي كالآتي: واحد راكن عربيته، وانتوا عارفين في كل حتة بيبقى فيه واحد يركن العربية ويمسحها يقول لك يا باشا اتفضل مش عارف ايه. هنختلف مع بعض، هنتفق. في ناس هتقول لي دي بلطجة، دي عاملة ماشي، خليك معايا واحدة واحدة. والقصة دي قول لي يستاهل ولا ما يستاهلش. شاب كويس كده يعني بيمسح العربية، والراجل طالع هو فني كهربائي عنده 45 سنة، طالع بيقول له ايه؟ يا باشا طوّت لك العربية صباح الفل 10 جنيه. 10 جنيه 10 جنيه اديها له اديها له. لا ازاي؟ انا ما طلعش الفلوس غير بمزاجي. انا اشرب سجاير ب 300 جنيه في اليوم بس ما طلعش جنيه. يا عمي طلعها بنية الله، طلعها بنية صدقة، طلعها بنية اللي انت بتبعد عن الشر وتغني له، طلعها بنية اللي انا مش عاوز مشاكل. هتقول لي ما هياخد الفلوس يجيب شابه وبابه وهبه. الواد شاب زي الفل يعني الله يرحمه، شاب عادي اديها له. هو اي حد بيشتغل عند حد بيديله فلوس يقول له اتصرفها فين؟ تاخد مني 100 جنيه ليه؟ هتجيب ايه؟ تعالى كده ورينا تشتري ايه؟ ايه يا جدعان؟ تخش بنزيمه تفول ب 300 جنيه. ايه يا باشا؟ لا انا دافع 300 جنيه. طب يا باشا ما ال 5 جنيه ده معلش حبكها حبكها. واحده بتبيع جرجير وفين الربطتين بكام يا حاجه؟ ب 5 جنيه يا ابني. يا حاجه ليه؟ وتروح المطاعم الجديده اللي طالعه تاخد على قفاك وتدفع بال 2000 3 على قلبك زي العسل. نرجع لموضوعنا. قال له يا باشا 10 جنيه. قال له لا ما بدفعش. قال ما بدفعش. قال له ازاي يا باشا انا مسحتها؟ قال له ما قلتلكش امسحها. قال له ماشي بس ده لقمة عيش ومش عارف. قال له ماليش فيه. كلمة من هنا كلمة من هنا مسكوا في بعض. الباشا اللي هو ما رضيش يدفع ال 10 جنيه، خلي بالك يعني البلطجي هنا واللي طلع المطوه مش اللي هو بيقول ادينا 10 جنيه اللي انت بتقول عليه بلطجي واقف في الشارع، لا. اللي طلع المطوه اللي ما رضيش يديله، اللي هو الراجل راكب العربيه الملاك دب 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 زربو اداله 17 طعنه. ايه؟ 17 طعنه. 17 طعنه ليه يا جدع؟ وانت مغلول منه قوي كده؟ 17 طعنه يا راجل. قول كلام غير كده والله زي ما بقول لك. 17 يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قال في ايده قال ايه؟ الواد مات الله يرحمه، وصاحبنا الشرطه جت خدته. هياخد له 20 25 سنه 15 سنه، وللاسف القانون عندنا هيحسبها لهم شجره، مش هيحسب له قتل مع سبب الاصرار والترصد. براءتها 15 وممكن 10 كمان للاسف. يعني احنا ماشيين في كده. بس هو بدل ماشي بمطوه في جيبه اديله اعدام. اديله اعدام. انا لما اكون ماشي في الشارع وفي جيبي مطوه ولا سكينه، ماشي بيها ليه؟ قطر إيه مشاجره؟ ايه مشاجره؟ اللي انا مسكت طوبه ضربتك بيها، مسكت عصايه في الارض ضربتك، رزعتك بقفص على دماغك، اديتك بالانبوبه اللي شايلها، دي مشاجره. لكن انا راجل جايب سنجه وجايب مطوه وجايب موس واخد بشله يقول لك مشاجره. مشاجره؟ سلاح الابيض الاصول جريمته لوحدها 10 سنين. 10 سنين. الناس بيتوحشه. ومت الباشا ضيع نفسه، ضيع بيته، ضيع عياله، خد ذنب واحد مات، هيشيل ذنبه لغايه ما يموت. بعد ما يموت ويجي يتحاسب ربنا يجيب اللي قتل ده يقول له مسامح. لا انا مش مسامح، مش مسامح يا رب. ده موتني في عز شبابي وحرمني من كل الدنيا وحرمني من متاعي، ده مش مسامح يا رب. خدوه جهنم بقى لغايه ما يبقى يسامح. مش هيسامحك، مش هيسامحك. ليه يا ابني؟ ليه؟ اقعد في الحبس وغني ظلموه وقول له ب10 جنيه ضيعت حياة بني آدم وضيعت حياتي ب10 جنيه. ما تبقاش حبكها أول لما تلاقي واحد في الشارع. يا عم أنا بقولكش إن أنت جبان، في حاجة اسمها أنت بتتقي شر نفسك. أنت بتتقي شر نفسك، أنت مش ضعيف. أنا بابا بقى أقسم بالله بابا راكب في حتة يقول لي يا باشا 30 جنيه مش ضعف مني، همسك فيه ومعايا مراته وعيالي. يا عم 30 جنيه اعتبرها زكاة، اعتبرها زكاة. خلاص انت حبكها قوي،
اشرب. في حاجات كنت تقعد مع نفسك بعد كده تقول يا ريتني، يا ريت، بس يفيد بايه الندم. ربنا يرحم اللي مات، واللي قتل ده خد جزاؤه، وخلي ال10 جنيه تبقى تنفعه. صباح الفل.